ودلوقتي جه ميعادكم مع سفير المكفوفين مع مؤمن مصطفى. سفير المكفوفين، رمضان كريم. نتعلم نتغير نتطور. نتعلم نتغير نتطور. اهلا بيكم حلقه جديده من سفير المكفوفين. 24 رمضان والله لسه بدري يا شهر الصيام. كام يوم وهنستقبل عيد الفطر المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين. حبينا نختم رحلتنا الرمضانيه في سفير المكفوفين مع نموذج حلو قوي. حلقه بجد هتستمتعوا بيها جدا. لسان حالها دايما وبعدين ايه اللي جاي، وبعدين هنا مش اعتراض، وبعدين هنا ايه الخطوه اللي احنا لازم نعملها. احنا لازم ننسى الخطوة اللي فاتت. خلاص انا نجحت، لازم افكر في اللي جاي. النموذج اللي معانا النهاردة واحنا بنحضر الحلقة بتقول لي طيب انا هقول ايه، انا هتكلم اقول ايه، انا عملت ايه عشان اتكلم في سفير المكفوفين. وده دليل على النجاح، لان لو نموذج النهاردة مش هيتكلم في سفير المكفوفين، طيب مين اللي هيتكلم؟ النهارده معانا دكتورة شيماء إبراهيم. دكتورة شيماء حاصلة على الماجستير في الماركتينج التسويق من جامعة نيويورك، وحاصلة على ليسانس آداب لغة إنجليزية من جامعة القاهرة. هنتعرف على رحلتها وطبيعة عملها وإيه الدور اللي هي بتقدمه في المجتمع. يا دكتورة شيماء، في البداية كل سنة وحضرتك طيبة ومنورة سفير المكفوفين. والله يعني أنا سعيدة جدا وأنتم طيبين، وأكيد شرف ليا أكون معاكم النهاردة في سفير المكفوفين. احنا اسعد يا دكتورة. طب خلينا كده نبتدي الرحلة من الاول. الطفولة والمدرسة والأسرة، يعني لو هتديني ملخص عن التجربة دي والصعوبات اللي واجهت حضرتك او واجهت الأسرة، هنبتدي منين؟ الحقيقة أنا يعني اتولدت أولا في أسرة متوسطة الحال عادي، أبويا وأمي موظفين عاديين جدا في الحكومة. في الوقت اللي أنا اتولدت فيه، وده من زمان حبتين، فما كانش فيه قوي. ما كانش فيه حتى المجال اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، ما كانش فيه كلام عن يعني نماذج او غيره. كان اخرنا قوي اللي نعرف عنهم نماذج زي طه حسين، عمار الشريعي، النماذج دي كلها. ولكن الحقيقة ما كانش فيه تركيز إطلاقا على الإعاقة، ولا نماذج الإعاقة، ولا حتى تمكينهم، ولا إتاحة الفرص ليهم، ولا طبعا كان في نفس التقنيات اللي موجودة دلوقتي اللي بتخلينا النهاردة إن إحنا نتكلم، وممكن الحلقة اللي إحنا بنعملها تتسمع عبر يعني أنحاء العالم زي ما بيتقال. فدي كانت تقريبا الفترة الزمنية اللي أنا اتولدت فيها. الفترة دي يمكن دي كانت الصعوبة بتاعتها، انه ما كانش فيه معلومات وما كانش فيه مصادر كافية انها تعلم الاب والام ازاي يقدروا يتعاملوا مع شخص او طفل كفيف اتولد في العيلة لأول مرة في حياتهم بيخوضوا التجربة. والحقيقة اللي زاد كمان الامر صعوبة هو انه بعد كام سنة اتولد اخويا. انا رقم اتنين في الاسرة، وبالتالي يعني اخويا الكبير ما عندوش اعاقه، لكن بعد انا ما اتولدت ب3 سنين كان اخويا او كفيف برضو اتولد. والحقيقه ان ده في حد ذاته كان صدمه كبيره جدا للاسره، لعدم وعيها وعدم توفر المصادر المختلفه. انت النهارده لو عايز تعرف معلومه، ايا كانت المعلومه تافهه مهمه، بجوجل يقول لك كل حاجه موجوده. بالظبط، لكن هاخد المعلومة من جوجل وخلاص، القصة بالنسبة لي الوقت هتبقى واضحة. ده ما كانش فيه الكلام ده، وبالتالي كان فيه صعوبة. أنا لما وصلت لسن المدرسة كان السؤال اللي بيطرح نفسه هو يعني هنعمل إيه دلوقتي في البنت دي؟ هنوديها فين؟ هنعلمها مش هنعلمهم؟ كان في أقوال تقول لك يعني قعديهم في البيت. دي كانت ماما، قعديهم في البيت وما تعلميهمش. يعني هم اللي اتعلموا خدوا إيه؟ يا ستي مش مهم يعني، خلاص يعني الكلام ده. الحقيقة ماما يعني هي ست بفطرتها، يعني زي أمهات كتير مصريات بتاخد على عاتقها دايما يعني أولادها، وبالذات الأجيال بتاعت أمي. يعني أنا حتى سألتها السؤال ده لما كبرت، قلت لها طب يعني ماما أنت ليه ما سمعتيش كلامهم؟ ليه ما قعدتيناش في البيت؟ وليه يعني خلاص يعني صحيح يعني هو اللي اتعلموا وخدوا إيه؟ طب ما في ناس كتير مش متعلمة ما عندهمش أي إعاقة.
فكانت بتقول لي آه انا كنت عايزه ادخلكم الجامعه، وكنت حاسه ان دي الطريقه الوحيده، واكيد اكيد فيه نماذج موجوده زيكم انا ما اعرفهمش، بس اكيد هم موجودين. كان المصدر الوحيد للمعلومه بالنسبه لوالدتي انها تروح لحد وزاره التربيه والتعليم وتسالهم وتقول لهم والله انا عندي كذا وعايزه اعلمهم والكلام ده كله، ويبداوا ان هم يوجهوها ده في حاجه اسمها اداره التربيه الخاصه وبتعلم فيها كذا وكذا ومن هنا، وفي مدارس في الحته انا الفلانيه. هقف هنا واخد من كلام حضرتك الام. يعني الام هي ما عندهاش المعلومه ومش عارفه تجيب المعلومه منين، وفعلا مش عارفه اي حاجه، بس مش فاقده الامل. هي عايزه تشوف اولادها بالظبط. احسن ناس في الدنيا. هي بالظبط. حتى لو بتتعامل بفطرتها، لو بتتعامل ببساطه، لا انا هدور، هحاول، هكمل. فانا باخد من كلام حضرتك طبعا، ولازم اوجه لها كل التحيه، هي ووالد حضرتك، ربنا يرحمه يا رب. الأهم في الموضوع من وجهة نظري، يعني أنا حتى سألتها السؤال ده يعني مؤخرا، يعني بعد ما الحمد لله يعني عملت ماجستير وسافرت بره ونيويورك ومش نيويورك. لما رجعت عشان يعني في مرة كده كنا قاعدين وبسألها ماما هو أنت كنت تتوقعي إن ممكن نوصل حاجة زي كده؟ قالت لي لا، انا كان كل املي في الحياه ان انا اخليكم تتعلموا في الجامعه عشان ما يجيش يوم من الايام تعرفوا ان الحاجات دي موجوده، وانا كنت عارفه انها موجوده حتى لو انا مش عارفه هي فين، وبعدين يعني تحسوا ان انتوا اتظلمتوا او ما خدتوش فرصتكم. فده الحقيقه بالنسبه لوالدتي، يعني اللي انا يعني ربنا يديها الصحه يا رب وطول العمر. الحقيقة لعبت دور مهم جدا، وأنا بتصور إن في حياة أي حد فينا بالذات اللي عندهم إعاقات وحققوا نوع من النجاح، هتلاقي دايما إن والدتهم لعبت دور مهم جدا جدا في النجاح ده. هاخد هنا من آه، كلام حضرتك اتفضل. وهسأل سؤالين. رحله اتفضل. مدرسه المكفوفين وفكره وجود. رحلة شاقة جدا الحقيقة يا مؤمن. اكيد انا عارف. آه، يعني انا عارف ده جدا. ولكن خلينا الاول نتكلم عن قبل رحله مدرسه المكفوفين. خلينا نتكلم عن وجود اخ كفيف في البيت، لان انا عايش التجربه. يعني انا ليا اخت كفيفه. فالموضوع ده على الرغم انه بيكون فيه مجهود بتبذله الاسره بشكل مضاعف. يعني ما بالك مهم. لو في كفيف واحد، لا في اتنين. اه ولكن في بالظبط. نفس الوقت بشوف انه بيبقى فيه ميزات جميله جدا. فكلميني عن التجربة دي وعلاقتك باخواتك بشكل عام، وتحديدا الأخ اللي من ذوي الإعاقة البصرية. الحقيقة أنا علاقتي بإخواتي الحمد لله هي علاقة جيدة جدا من الصغر لحد اللحظة بنتكلم فيها. أنا كنا بنلعب كتير قوي مع بعض. بغض النظر عن المدرسه، انا عايزه اقول لك مثلا من الحاجات اللطيفه قوي، احنا كان زمان حتى مفيش بقى اكسسبل جيمز ولا كمبيوتر جيمز للمكفوفين ولا الحاجات دي كلها. بس مثلا احنا كان في لعبه اللي هي مونوبولي او بنك الحظ ما كان بيتسمى، كنا دايما نجيبه ونقعد بقى احنا نلعب احنا الثلاثه، حتى وهو اخويا الكبير اللي أنا معايا. عاشق للعبة بنك الحظ بالمناسبة. يعني كنت دايما فكان كنت دايما هو أحب أشتري القاهرة. يعني لازم. أنا بالنسبة لي اشتريت ايوه القاهرة طبعا كده أنا غاليه. انتصرت. بس فدايما كانت دي برضه من الحاجات اللي كنا بنلعبها دايما. كنا نجيب الكوتشينه ونعمل عليها ببرايل من الناحيه التانيه علشان نقدر نلعب معاه الدومينو. طبعا دي برضه من اللعب اللي كانت لطيفه قوي بالنسبه لنا. من الحاجات اللي كانت ساهمت قوي في تكوين شخصيتي برضه هي فكره ارتباطي الكبير قوي زي كتير من المكفوفين بالراديو، سواء انا او اخويا حتى الاصغر كمكفوفين بالراديو. خلانا كتير فتح افاق، يعني افاق كده قدامنا ان احنا نعرف حاجات كتير قوي في حياتنا ما كناش يمكن هنعرفها الا من خلال الراديو. انا بسمع الراديو من وانا في ابتدائي يعني. فبالتاكيد دي كان برضه من الحاجات اللطيفه. كنت احنا الاثنين يعني لو اتكلمنا عن المدرسه، كنا احنا الاثنين بنشتغل في الاذاعه المدرسيه. انا كنت بقدم دايما الاخبار، وكان دايما بيقولوا عليها الست المذيعه. كنا بنعزف الموسيقى في الطابور بتاع المدرسه عشان تحية العلم والكلام ده كله. فيعني هي كانت ليها برضو مزاياها الحقيقة، سواء من خلال الأسرة وتعاملي الشخصي مع إخواتي،
او من خلال حتى المدرسه. المدرسه هي الفكرة فيها انه بص هقول لك حاجة، هي كان ليها مميزاتها وعيوبها. من اهم العيوب الحقيقة هي مسألة الانعزال الكبير قوي اللي كان بيتعرض له الشخص الكفيف. بالذات زي ما كنا بنتكلم ان ما كانش في تركيز قوي على مسائل الدمج ومسألة الإتاحة والاشخاص اللي عندهم اعاقات بشكل عام. فده كان بيخلي ماشي احنا لينا اصحابنا بس ما نعرفش كتير عن العالم الخارجي، وده كان اكتر حاجة سيئة بالنسبة لشخص كفيف بيدرس في مدرسة داخلي يعني، أو مدرسة مكفينة. يعني عشان الرحلة طويلة واحنا في لسه حاجات محتاجين نتكلم عليها ما بعد المدرسة. انا ملاحظ كده ان حضرتك ميولك اعلامية، يعني واضح انك بتحبي مجال الاعلام. هل كنت حابة تدخلي اعلام؟ أكيد أنا من الحاجات اللي أنا يعني ما انساهاش أبدا في حياتي هو تجربة الثانوية العامة. أنا كنت نفسي فعلا أدخل كلية إعلام. في الوقت اللي أنا كنت بدرس فيه ما كانش في حاجة اسمها أو كان في مستوى رفيع موجود، لكن ما كانش يعني موجود عندنا بشكل إن هو اه، اسمع يساعدني إن عنه ده. أنا اضيفه للمجموع، فطبعا عمل فرق كبير في مجموعي عن المجاميع التانية للاشخاص العاديين اللي ما عندهمش اعاقات. وبالتالي كلية الاعلام كانت واخدة يعني اعتقد ضاعت مني حوالي 2% او 3%، حاجة كده محزنة قوي يعني. فانا كنت زعلانة قوي ان انا ما قدرتش ادخل كلية الاعلام، وانا الحقيقة بحب المجال الاعلامي وكان نفسي في وقت من الاوقات، بس يعني سبحان الله النصيب بقى واجهني اتجاه مختلف تماما. درست بعد كده أدب إنجلش، وبعدين بدأت بقى أشتغل في الترجمة. برضو لسبب إنه للأسف الشديد ما كانش فيه فرص شغل مناسبة يعني. وإحنا ما زلنا لحد لحظة بنتكلم فيها في 23 في مشاكل كتير قوي بتواجه المكفوفين وبتواجه الأشخاص هنجيلها طبعا قدام ذوي طبعا. الإعاقة في مسألة الشغل يعني. فطبعا كان زمان يمكن المسألة كمان كانت أكثر صعوبة. آه، ف... فما كانش عندي فرصة ولا إمكانية إن أنا لا ألتحق بالمجال الإعلامي ولا حتى ألاقي فرصة عمل بسهولة بعد ما خلصت كلية الآداب يعني. فكنت بشتغل دايما من البيت بقى حاجات أنا أول ما نخترع ال working from home اه، ده واضح اللي ان حضرتك بنشتغل من سابقه البيت. عصرك، يعني حضرتك فعلا بتقولي حاجات هي دلوقتي. هي فكره بقى دلوقتي الشغل من العادي البيت والاونلاين هو دلوقتي لغه العصر، هي المستقبل اصلا. بالظبط. يعني دلوقتي يمكن دي من الحاجات القليله قوي اللي يعني اديتها لنا ايجابيه الكورونا، هي دي الناس خلاص بدات تستوعب فكره انه الشغل من البيت ده حاجه عاديه وحاجه مقبوله وحاجه كل الناس ممكن تعملها وحاجه مريحه لكل الاطراف يعني. ففي الجامعه الحقيقه يعني ارجع لسؤالك عن الجامعه او ما بعد المدرسه. هي كانت تجربه، كانت اول احتكاك بقى ليا بالعالم الخارجي. زي ما كنت بقول لك من شويه ان المدرسه المكفين يعني دايما بيبقى فيها مساله الانعزال، وبالتالي لما التحقت بالجامعه كان اول بقى انفتاح على العالم الخارجي واول احتكاك حقيقي بالمجتمع وبالطلاب اللي ما عندهمش اي اعاقات وبتعامل معاهم ازاي. آم، ما اعتقدش ان كان عندي مشكلة كبيرة في الاندماج مع الاشخاص الاخرين. ما افتكرش ده، بالعكس يعني انا كنت الحمد لله اعتقد حتى ليا صحابي لحد دلوقتي لسه في يمكن بتواصل معاهم لحد دلوقتي. فده برضو كان ظريف. يمكن طبيعة الكلية نفسها عشان آداب إنجلش كانت زي ما قلنا الموارد والمصادر التعليمية نفسها مش متوفرة زي دلوقتي، وبالتالي عشان ألاقي حد يقعد بقى يقرا لي ويسجل لي والكلام ده كله كان فيه من الصعوبة إنه أقدر أعمل ده. بس الحمد لله عدت يعني وقدرت أنجح ال4 سنين يعني كويس من غير أي مشاكل، ما وقعتش في ولا مادة الحمد لله. بس يعني هايل جدا. طيب، وبعدين خلاص خلصنا الجامعه، هنعمل ايه او ايه الخطوه اللي احنا خدناها بعدين؟ الخطوة بقى كانت زي ما كنت بقول لك، هي فكرة البحث عن عمل، ودي كانت فترة شاقة جدا 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 في حياتي. لأنه يعني الناس ما كانتش مستوعبة خالص. رحت حتت كتير قوي وأماكن كتير عشان أحاول أدور على شغل. اللي يقول لي إيه اللي يهرب مني حرفيا بجد أنا مش بهرج يعني. مثلا كان مكتب العمل يحولني على مكان، فاروح مكان طب فين فلان الفلاني، فلان الفلاني مش موجود، وفجأة حد ينادي على فلان ده.
انا عمري ما هنسى ابدا اليوم ده. يعني فكان صعب قوي. قررت ان انا اشتغل مثلا، اوكي طب يا جماعه هشتغل مدرسه بالحصه، اللي هو بملاليم اصلا. طب انا هصرف عليهم على امل ان انا ممكن في يوم من الايام اتعين في المكان. يعني كانت تجربه بجد مؤلمه جدا، يعني من حيث ان انا عملت كتير قوي 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 ان انا الاقي وظيفه، وللاسف الشديد كان صعب قوي ان انا الاقي ده. فبدات ان انا اشتغل لحد ما في يوم من الايام حد اعرفه طلبت مني ان انا كانت بتعمل الماجستير بتاعها، وطلبت مني اترجم لها بعض الابحاث من الانجليش للعربي. فعملتها لها، فادتني فلوس. فحسيت اللي هو ايه ده، واو، طب ما هو يعني انا ممكن اشتغل من البيت اهو، حاجه كويسه. ولا حد بقى يشوفني، ولا حد يقول لي انت كفيفه ليه، ولا هتشتغلي ازاي، ولا الكلام ده كله. وبدات استعمل بقى الكمبيوتر عندي في البيت للمجال للموضوع ده، وطورت نفسي، وبدات ان انا ادرس بقى درست بعد كده، عملت دبلومات مختلفه في الترجمه من الجامعه الامريكيه. وبدات بقى شويه احس انه يعني ايه، عارف اللي هو بدا يكون في امل كده انه انا بشتغل. بس الحقيقه ده ما كانش كافي بالنسبه لي. يعني انا كنت عايزه اشتغل حاجه برضو شويه، يعني اقدر اعتمد عليها، يعني اقدر ان انا يعني مش بس حاجه. يعني الفريلانسنج او العمل الحر بشكل عام دايما خاضع لفكره المتاح وغير المتاح. فكان ده بعد كده من خلال تواصلي مع إحدى صديقاتي قدرت أشتغل في الشركة دي كانت بيديرها، ولسه لحد دلوقتي أنا على علاقة بيهم لحد اللحظة اللي بنتكلم بيها دلوقتي. كان بيديرها أخوها. شركة كانت ناجحة بتشتغل في حاجات خاصة بالويب هوستنج والويب والدومينز والحاجات دي. كنت بشتغل، كان في بدايات ما يطلق عليه حاليا الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني. وكان ساعتها يعني ده الكلام ده كان بيتكلم في 2008 مثلا لما بدات الشغل ده. وده كان تخيل بقى يعني الديجيتال ماركتنج اتغير قد ايه من ساعتها لحد دلوقتي. هنتكلم اكيد طبعا. في يعني اكتر من لا 15 وكان سنه. وقتها، يعني سوري لو بقاطع حضرتك برضو، كان وقتها في مصر احنا يعني ما نعرفش حاجة عن القصة دي يعني. هي البوم الفظيع يعني الفكره بتاعت الماركتنج بشكل عام والديجيتال ماركتنج لقت الوهج بتاعها كده بعد 2011 وبالتالي. لكن قبل كده ما كانش في حاجات كتير ناس بتشتغل على الديجيتال ماركتنج، او ما كانوش معروفين. وهو نفس الديجيتال ماركتنج ما كانش اتطور زي دلوقتي زي ما بقينا نتكلم عليه يعني دلوقتي من حيث السوشيال ميديا والبلاتفورمز المختلفه. كان يمكن ساعتها كان في جوجل، وكان في فيسبوك طبعا، وكان في تويتر. مش فاكره كان في انستجرام ولا لا. لكن دول كانوا المين بلاتفورمز، وكنت بشتغل فيهم. كان الحقيقه تجربه ناجحه جدا، واثرتني قوي. اثرت يعني معرفتي بالعالم ده. واللي خلاني بعد كده افكر في فكره ان انا اقدم على دراسه بره. قبل بس ما نقدم على الدراسة، اللي انا برضو هستغل يعني هستغل خبرة حضرتك فيها. مجال التسويق من المجالات اللي بشكل عام بتهم الناس، والمكفوفين بيبقى عندهم شغف كبير جدا، عايزين يعرفوا عن القصة دي وعايزين يشتغلوا في مجال التسويق. والحقيقة بنشوف محاولات واجتهادات، بنشوف يعني كورسات بتتعمل وحاجات، بس أنا آسف بيبقى معظمها على ورق أو معظمها مش مفيدة. دكتورة شيماء اه المتخصصة في مجال التسويق، إيه النصيحة اللي تنصحها لأول حد مبتدئ عايز يدخل المجال ده؟ اول حاجه احنا لازم نبقى عارفين ان احنا لو دخلنا الديجيتال ماركتنج بالذات هو الديجيتال ماركتنج جزء من الماركتنج، وبالتالي في قواعد اساسيه الناس كلها لازم تبقى عارفاها. اللي دارسه ماركتنج او اللي عندها لازم دراسه مش بمعنى ان انت تروح تعمل ماجستير في الماركتنج، مش بالضروره. لكن لازم تبقى فاهم اللي بيسموه السلوكيات الانسانيه، اللي هو الهيومن بيهيفير، السلوك الانساني للشخص من ناحيه الماركتنج. لازم تبقى فاهم الفرق كمان ما بين التسويق والمبيعات، لانه ناس كتير قوي بتعمل خلط ما بين الاثنين. المبيعات احدى يعني احدى يعني الاعمده الخاصه إحدى بالتسويق. العناصر الأساسية في التسويق.
بالضبط، لكن مش هو كله، لانه المسوق هو بيعمل استراتيجي، بيحط استراتيجيات للتسويق، عايز يوصل لفين. فيها كتير قوي، اجزاء منها حسابات، في اجزاء منها كتير اناليسيس، فيها كتير تحليل، فيها كتير فهم لطبيعة السوق، فيها ماركت ريسيرش، فيها حاجات كتير جدا. التسويق عن نفسه عالم كبير 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 جدا جدا. لو انت حابب تتخصص فيه، هتلاقي مثلا جوه الديجيتال ماركتنج في طبعا السوشيال ميديا، في حاجه اسمها سيرش انجن اوبتمايزيشن، او تحسين المواقع على محركات البحث، او الموبايل ماركتنج، التسويق عبر الموبايل. يعني كل ده في حد ذاته من جواه هتلاقي نفسك في تخصصات، او تلاقي نفسك ان انت، بغض النظر ان في مصر للاسف احنا عندنا بنعمل كل حاجه، بنقول انا بعمل كل حاجه. ده يعني مش صح قوي. التخصص شيء مهم، وده برضو حاجه الواحد اتعلمها على مدار عمره. يعني انا درست يعني كل الحاجات اللي بنتكلم فيها دي، بس مثلا انا حبيت السيرش اكتر من السوشيال ميديا. ليه؟ السوشيال ميديا فيجوال قوي، تعبني جدا فيه. فبالتالي خدت بعد كده سيرش ماركتنج جواه حاجه اسمها كونتنت، كتابه المحتوى. انا مثلا شاطره في كتابه المحتوى طول عمري، بكتب كويس، واجانب قبل العرب اثنوا على كتابتي. ان انا بعرف اكتب، وبعرف انجيج الاودينس، يعني او اخليهم ان هم متفاعلين ومبسوطين بالجمهور اللي انا بستهدفه، ويكون حابب اللي بيقراه مني. فهو مفيش حاجه. يعني اول نصيحه ان انت لازم تتخصص، تقرا كل حاجه وتعرف عموما الدنيا ماشيه ازاي، وبعدين تبدا تتخصص في حاجه انت حاببها. لو مش اكسسبل تبقى فاهم ان ده هي طبيعته، وبالتالي هتبذل مجهود حبتين عشان لان اكسسبيليتي اللي موجوده. يعني انا مثلا الحاجات اللي افتكرها يمكن حتى قبل ما اعمل ماجستير، ان انا رحت يعني في شركه بقدم فيها وكده. فكان السؤال الاولاني اللي سالته لي في الانترفيو: هتعملي ايه مع الصور؟ احنا عندنا صور كتير، وعندنا حاجات وده كتير سؤال قوي بنعوز منطقي الحقيقة، يعني ده نعمل سؤال لها منطقي بوستنج جدا. وكده، مم. مظبوط. مم. وانا قلت لها الرد ساعتها ان انا دايما هعمل رينيمينج للصور عشان ابقى عارفه مين فين وكده. بس طبعا ده ما كانش كونفينسنج قوي بالنسبه لهم، تو بي اونست. وكمان الكلام، يعني ده الكلام ده مش زي دلوقتي. يعني احنا دلوقتي انا حتى كنت بتكلم قبل ما نسجل انه احنا عالم بصري الى حد كبير، والناس يعني دايما بيتكلموا، بيقول لك ان الصوره بألف كلمه. فحتى وانا بعمل محتوى لازم ابقى قادره اتصور هيتحط ازاي ده بشكل بصري للشخص. فهو احنا بالنسبه لنا المجال حلو وانترستنج جدا وشيق ولطيف، لكن لازم نبقى فاهمين انه له صعوباته الكبيره قوي من سبب الاكسسبيليتي والاتاحه. فانت اقرا كل حاجه، افهم، اعرف، بعد كده حاول تتخصص. ما هو انت برضو مش عايز تعذب نفسك وتموت نفسك في حاجه انت ما تبقاش فيها برودكتيف وما تبقاش فيها منتج، وبالتالي في الاخر ما تعرفش ان انت تعمل الشغلانه. مثلا من الناس اللي انا اشتغلت معاهم كانت شركه، قلت لها على الوضع، هي كانت اوبن مايندد كفايه وعقلها منفتح بالشكل اللي يخليني. قلت لها بصي يا شيماء، احنا عندنا في شركات كتير بتبقى للاسف ساعات بيدونا الحاجه فيجوال، يعني هو بيدينا صور ويقول لنا اكتبوا لنا عليه محتوى بس خلاص هو ده. فانا بتصور ان ده مش هتقدري تعمليه. قلت لها الحقيقه مش هقدر اعملها. آم، ف فطب هنعمل ايه؟ بقيت اكتب الحاجات الخاصه بالشركه. انا كمان عندي معرفه شويه بالكونسلتنج والاستشارات. اشتغلت فتره في شركه استشارات بزنس 5 سنين ونص تقريبا. فعندي ده. فكنت بقى بشتغل على الاكونتس مثلا اللي بتعمل محاسبه، الاكونتس اللي بتعمل اي تي. دي مثلا حاجه مهمه. مثلا لو انت كاتب محتوى لازم تبقى قارئ جيد جدا، ولازم تبقى عندك معلومات كبيره في المجالات مختلفه عشان تقدر تكتب عنها، وتقدر تكتب محتوى قيم يبقى العميل مبسوط منه. انا مش بياعه شاطره بس، يعني انا في ناس، في بياعين شاطرين. فالسيلز ده بحد ذاته والبيع هو فن. يعني يعني رغم ان انا اتقال لي ان انا عندي الامكانيات اللي انا ابقى فيها بياعه شاطره، بعرف اتكلم كويس، مش عارفه ايه الكلام ده كله، لكن انا مثلا ما قدرتش اعمل ده. فكره التارجت وحقق التارجت والتشالنجز دي من نوعيتها ما بحبهاش.
فانت يعني نصيحتي اول حاجه اقرا في كل حاجه، اتعلم مختلف انواع الماركتنج. في ناس بتحب الماركت ريسيرش اللي هو بيشتغل في شركه استشارات، بيعمل انترفيوز، بيعمل فوكس جروبس ديسكشنز، بيشوف العميل عايز ايه وهكذا. ممكن ده يبقى حاجه حد بيحب ده، بس لازم قبل ما تتخصص تشوف اولا التخصص مهم. ثانيا لو قررت تتخصص تبقى فاهم كويس قوي ايه هي ادواتك وايه هي الاليات، ولو فيها accessibility issues هتتغلب عليها ازاي، وهكذا، عشان تقدر ان انت تبقى عامل البالانس ما بين الشغف بتاعك وحبك للشيء المعين اللي انت عايز تشتغل فيه، وايه التحديات اللي انت ممكن تواجهه في المجال ده. دكتورة شيماء، هنروح بقى لرسالة الماجستير ورحلة أمريكا. وفي الطبيعي إن البنت أصلا تسافر، دي فيها مشكلة. إحنا مجتمع شرقي، وكان زمان كمان القصة صعبة. فما بالك بقى بكفيفة وهتسافر وبنت. فاحكي لي بقى عن الصعوبات أصلا في فكرة إقناع أهلك إنك تسافري. والله هو الفكرة كانت طبعا صعبة جدا. انا الحقيقة كنت بتواصل مع ناس كتير قوي اونلاين. كنت دايما بشوف انه واو، يعني ايه ده، الناس بتعمل حاجات كتير قوي انا مش قادرة اعملها. الناس الحياة بره مختلفة تماما عن الحياة اللي احنا عايشينها. وبعدين يعني فده خلاني ان انا يعني اقدم على منحة الماجستير واسافر. وقبل الموضوع ده طبعا باستهجان ورفض شديد، لانه الناس دايما بتقول مش قادرين يتخيلوا الفكرة. بس انا كنت عامله الريسيرش بتاعي كويس، كنت عامله البحث بتاعي كويس. كان الموضوع طبعا يعني اللي هو ازاي يعني تسمحوا لبنتكم ده يعني ده انها تسافر، وزي انه هي يعني الموضوع ما كانش مقبول خالص من الاسره، يمكن الاسره الاكبر يعني. انا والدي تحديدا كان موافق جدا على السفر، وكان شايف انه انا مش هعيش لها طول العمر، وهي لازم تشق طريقها بنفسها وتحقق اللي هي عايزه تحققه والكلام ده كله. وبالتالي لكن بقى يعني اشخاص اخرين، يعني هي يعني هتعمل ايه، يعني هتبقى هتطول ايه يعني لو ما تروح تاخد الماجستير ولا تعمل اللي هتعمله. فيعني للاسف الشديد احنا كمان في مجتمعاتنا الشرقيه مش بس بنكبت يعني الافكار وكده لكن ناحيه البنت، ولكن كمان احنا بنتدخل قوي في حياه بعض. يعني ممكن الشخص اللي بيتكلم ده يكون اللي هو يعني مش طرف قوي، بس يبدا انه ياثر على الاطراف اللي بتتعامل معاك بشكل شخصي، فيبداوا يعيدوا النظر في راي او فكره. فالحقيقه يعني كان في صعوبه، بس الحمد لله يعني قدرت اتغلب على ده وقدرت اروح. والتجربه كانت مثمره جدا وثرية لأقصى حد ممكن تتخيله. اتعلمت حاجات كتير، اتعلمت ازاي يعني كان آخر حاجة اتعلمتها هي، عارف لما بيقولك مثلا السفر فيه 7 فوائد، آه، يمكن كان آخر حاجة كان آخر فايدة أو آخر حاجة أنا حصلت عليها هي فكرة التعليم بحد ذاته. لكن غير كده اتعلمت حاجات كتير قوي قوي يعني. اتعلمت ازاي اخد بالي من نفسي، اتعلمت ان انا ابقى في مجتمع مختلف تماما عن طباعي وعن شخصيتي وعن تربيتي وعن كل حاجة. اتعلمت فكرة تقبل الآخر زي ما هو، اتعلمت ازاي ان انا اعتمد على نفسي، طبعا اكل وشرب ولبس والكلام ده كله. اتعلمت ازاي ان انا آم، يعني لا يعني حاجات كتير قوي. اتعلمت ازاي انا ابقى يعني اتعامل تحت ضغط عصبي كبير جدا. السفر مش سهل ابدا لاي حد، في رجاله ما بيقدروش عليه. مش اللي هو يلا هنروح نسافر، لا يعني هو فعلا الموضوع مش سهل، بس ما هواش برضو مستحيل. طب ايه اللي ممكن يخليه كويس؟ ان انت اول حاجه يبقى عندك رغبه حقيقيه في ده. الرغبة لوحدها مش كفاية، لازم تعمل البحث بتاعك كويس. انت رايح فين، هتعيش فين، مع مين، ايه اللي تقدر تستحمله وايه اللي ما تقدرش تستحمله. تسمع من اكتر من حد، تعمل الريسيرش بتاعك كويس جدا 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 على طبيعة المكان. مش بس يعني لو بتكلم على امريكا، امريكا دي هيوج، حاجة ضخمة جدا.
يعني ومجتمعات ضمن المجتمعات. يعني احنا مثلا عندنا هنا في مصر المجتمع القاهري غير المجتمع الدلتا او الارياف، المجتمع غير المجتمع الصعيدي غير المجتمع في النوبة، وهكذا. هو برضو هناك كده في مجتمعات يعني متنوعة، زي مثلا نيويورك وكاليفورنيا والأماكن كتير من دي متعودين على فكرة التنوع. في أماكن تانية مثلا ما فيهاش ده قوي. فإنك مثلا تروح، وأنا أنا محجبة مثلا، فإنك تروح في مكان ما هواش معروف ده في يعني مش متعودين على وجود النوعية دي من الأشخاص طبعا، غير بقى يعني الإعلام والرؤية الوحشة قوي اللي بيرسمها كتير عن المسلمين. ف فبالتالي لازم قوي تبقى فاهم قبل ما تتحرك من بلدك او من بيتك، تبقى عارف ايه اللي هتعمله، هتروح فين، طبيعة المكان، هتتعامل ازاي. يعني الحاجات دي كلها لازم تبقى عارفها قبل ما تروح. وده انا عملته وعملته كويس الحمد لله، طبعا بتوفيق من ربنا ومساعدة ناس كتير. بس اكيد كان من الحاجات اللي انا اشتغلت عليها قوي قبل ما اروح. طبعا حضرتك درستي في واحدة من أكبر جامعات العالم، ودي برضو حاجة تدعو للفخر، مش لحضرتك بس، لا لينا كلنا كمصريين. أنا عايز أعرف الفرق ما بيننا وما بينهم في فكرة الإتاحة، في فكرة المواد اللي بيدرسوها، الاكسسبيليتي للمكفوفين. كل ده أنا محتاج أعرفه، إيه الفرق ما بيننا وما بينهم؟ بص الفرق، هو انا للاسف تجربتي ما كانتش احسن حاجه، وده يعني ده برضو احد من يعني الصدمات اللي انا اخدتها. لو انا كنت رايحه، يعني خلينا نفرق شويه ما بين اللي حصل في الجامعه وما بين اللي بره الجامعه. عموما انا كنت في جامعه نيويورك، وهي فعلا جامعه كبيره جدا جدا. وحتى البروجرام نفسه كان برضو يعني حتى بعد ما رجعت كان مش عارف اخد رانكينج كده معين. عموما اللي بيميز هناك ان القانون نافذ جدا على الناس كلها. الناس بتخاف من القانون، فحتى لما بتتعرض لتمييز ايا كان هذا التمييز، فعندك امل في وقت من الاوقات انه في قانون لازم هينصفك في وقت من الاوقات. الحاجة التانية على مستوى الإتاحة، صدقني نيويورك يعني ما كانتش 100% accessible. ودي برضو حاجة لازم نخلي بالنا منها للناس اللي عايزة تسافر، انه الدنيا يعني في اماكن مش very accessible طبعا. هي اكيد يعني لو قارناها بالقاهره، مش يعني عيب قوي ان انا اعمل المقارنه، بس بس برضو مش اللي هو بقى ايه يعني. دايما بنسمع بقى ان الاتاحه يعني يمكن مش في نيويورك، يمكن في اماكن تانية انا ما شفتهاش. الاكسسبيليتي، الاتاحه اكيد احسن هناك. احنا هنا للاسف ما عندناش حاجه يعني اسمها رصيف اصلا. فبالتالي هناك في حاجه اسمها رصيف، على الاقل انت على الرصيف فانت في امان. أم، دي ميزه. الميزه الثانيه مثلا في التعاملات، الاي تي ام مثلا، واحنا طبعا كلنا عارفين ان احنا في مصر في مشكله التعامل مع البنوك رهيبه بالنسبه للمكفوفين، ويمكن حتى بالنسبه للاعاقات بشكل عام لاسباب مختلفه. بس ما فيش حاجه اسمها في امريكا او في نيويورك من اللي انا شفته على الاقل ان يبقى مثلا الاي تي ام مش اكسسبل، ان الاي تي ام مش بتتكلم، ده مثلا مش وارد. فكره انه انت تروح مثلا بنك ما ينفعش حد يعني، مش ممكن يسمحوا بشخص يكون معاك اصلا ويتكلم بالنيابه عنك في البنك، على عكس ما هو هنا خالص يعني. انه لا، ده بيقول لك بالظبط. هات حد معاك، لان بيعتبر ان ده يعني تدخل في حياتك الشخصيه، وبالتالي هم ما بيسمحوش بده اطلاقا. انا فاكره مره كنت في احدى الاماكن، يعني احد الاماكن الحكوميه، وكان معايا زميل ليا مصري، وبعدين هو بيرد عني في حاجه يعني، فقلت له انا بكلمك هي، مش بكلمك انت. ف... فدي مثلا هو انا حاجه. بقى نفسي ده عندنا يحصل في مصر، يعني انا نفسي عندنا في مصر بالظبط، ما انا عشان حاجه كده زي بقول كده لك ده تحصل. الفروقات. يعني لو بتسالني عن الاتاحه، ففي فكره الاستقلاليه بتاعه الشخص الكفيف او شخص عنده اعاقه، طبعا محترمه جدا. في فكره انه انا ما حدش يتكلم عني، دي مهمه جدا 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 للاشخاص. زي ما قلنا موضوع البنوك، ما فيش حاجه اسمها ان انت حد يمضي معاك ولا يبقى واقف معاك اصلا. وكل الاماكن، كل الاي تي امز هناك بتتكلم، وكلها فيها بريل.
عشان يقول لك الاماكن بتاعت الحاجات، يعني ده هتحط الكارد وده هتخرج الكاش وده كذا. وعلى فكره الموضوع مش صعب يعني. يعني هو ممكن هو سوفت وير بينزل يعني. ف فده مثلا بالنسبه للاتاحه. التجربه انا في الكليه الحقيقه ما كانتش احسن حاجه بقى، على عكس ما هو متوقع. انا دخلت كنت اول حد يدخل القسم عنده اعاقه بصريه. ورغم ان هم قبلوني، بس بعد كده الحقيقه قابلت صعوبات شديده قوي في اول ترم، اول سمستر. وما كانوش عايزين يساعدوني قوي، لدرجه ان انا استدعتني رئيسه القسم في وقت من الاوقات وقالت لي انت لازم تحولي من الكليه، روحي ادرسي في كليه تانية. قلت لها بس انا عايزه ادرس كده، ماركتنج. فقالت لي لا، انا ما عنديش اي حاجات اقدر اقدمها لك، وما عنديش اي مساعدات اقدر اعملها لك، وهذا الكلام الحقيقه كان صادم جدا بالنسبه لي. فبعدين قالت لي خلاص خدي كورسات مش كريدت اورز، يعني اللي هو ما ينفعش اعملها، يعني كورسات ساعات معتمده. قلت لها لا، بس انا جايه بمنحه، واللي بعتني المنحه عايزني اخد ساعات معتمده. فما ينفعش. المهم يعني حوار طويل كبير عريض. للاسف كان يعني حاجه صعبه جدا. ودي كان في حد ذاتها مصدر. بس انا كنت بحس ان هي عندها عنصريه جامده قوي، مش بس تجاهي. يعني اللي عرفته بعد كده ان حتى كان عندها عنصريه تجاه الصينيين والهنود. انا كنت بمثل لها حاجه وحشه قوي على كل المستويات. الحقيقه كنت مسلمه وعربيه ومحجبه وجايه من مصر وحاجه كده كوليكشن مش احسن حاجه خالص بالنسبه لها اكيد. آه، ف... فهي حاولت بقدر الامكان انها تعملي اقصاء من الكليه. وفعلا قدمت على كليه تانية، ورغم ان انا كملت، بس لما رجعت للجهه اللي كانت بعتالي اللي عامله لي سبونسر شيب يعني، وكده، يعني هما بقى اتعاملوا مع الموقف. واللي عرفته بعد كده بقى في السمستر اللي بعده انه هي اصلا مشيت وسابت القسم. فده كان حاجه ظريفه قوي، انه وجت بقى طبعا بدلها واحده اكثر تفهما واكثر وعيا، وبعد كده وفروا لي بقى الامكانيات والحاجات اللي انا محتاجاها علشان اقدر اكمل. والحمد لله كملت في الميعاد زي زمايلي من غير اي تاخير. بس هو الحقيقه كانت تجربه. عشان كده ده اللي خليني اقول لك دايما ان يا جماعه اللي عايز يسافر يبقى متوقع دايما ان الحياه مش هتبقى مفروشه قوي بالورود. انا اخر ما كنت اتخيله اطلاقا ان انا ممكن يتعمل لي ديسكريميشن في الجامعه، وجامعه كبيره. صح، الحمد لله اتعالج بعد ده، بعد فتره. لكن انا للاسف الشديد مريت بتجربه كمان سيئه جدا جدا. وقت كل الزحمه دي كلها خدت السمستر الاولاني، ومجرد ما خلصت آخر مادة عرفت يعني أسوأ خبر في حياتي كان ممكن أعرفه، وهو وفاة والدي. أنا ربنا والدي توفى وأنا هناك. وكان حاجة صعبة جدا، وأنا فاكراه قوي 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 الكلام ده. وانا بحكي له المشاكل دي كلها، وبقول له اصل الكليه عايزين يمشوني ومش عارفه ايه. كان نفسي قوي اعرف كان نفسي اعرفه قوي ان المشكله اتحلت. وكان نفسي قوي اقول له انه يعني ان انا خدت الماجستير زي ما كان بيتمنى، وزي ما كان بيقول لهم انا مش هعيش لها طول العمر. بابا توفى بعدها ب4 شهور، وكأنه كان عارف ان هو فعلا مش هيعيش لي العمر كله. لا، وهو فالحقيقة اكيد حاسس بنجاحاتك وفخور بيكي، يعني ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنه، امين يا رب العالمين. يا رب. بس انا عايزه اقول لك مثلا انه ان لو انت قررت مثلا تسافر هتبقى عارف ان يعني الحياه قالت لي يعني انه خلي بالك انه ممكن ترجعي ما تلاقيش حد من اهلك مثلا. فكل الحاجات دي يعني اعتبارات يعني. مش يلا هي هنسافر، لا، هو السفر جميل وبيعلم كل حاجه، بس كمان لازم تبقى متوقع ان الدنيا مش مفروشه بالورود. انه ممكن تلاقي حد بيعمل تفرقة، بيميز يحصل لك موقف شخصي تتعرض له انت شخصيا. يعني انا مثلا من المواقف اللي افتكرها، انا اسفه لو بطول، بس انا لا مره لا كنت قاعده خالص. في القطر، في المترو، يعني هناك بيسموه سابواي. فانا قاعده، وبعدين كان حصل حاجه، حادث ارهابي في بoston او حاجه، مش فاكره كان فين يعني. بس كان بعدها بشهرين الحادثه اللي انا احكيها دلوقتي. فانا قاعده وسرحانه تماما في ايه اللي انا هروح اعمله، ومش مركزه مع اي حد خالص. كان كمان المواعيد بتاعت الكورس بتاعتي متاخر شويه. فانا قاعده وسرحانه خالص. واذا بواحد طلع. وده كان عادي في نيويورك، الناس تطلع كده
تقول اي كلام وتعزف موسيقى او تقول يعني وتلم فلوس والكلام ده. ده موجود في السابواي هناك، ما اعرفش لسه، اعتقد ان لسه ما زال موجود. كنوع من انواع التسول يعني. فبعدين طلع وكان معاه حاجه وقعد يقول ايه، مين يشتري ده ب $1. اوكي، خلاص الناس طبعا ما اشتريتش، ما تفهمش ايه اللي حصل. قام فجأة قعد يشتم في المسلمين ويشتم في العرب ويشتم في كل حد ويشتم في سيدنا محمد ويشتم في كل، بص، اي حاجه. وبعدين عمال يقول ايه، ما بترديش ليه؟ وانا ما بردش، وانا ما اعرفش حتى ان هو بيكلمني، انا نيويورك فيها مسلمين كتير. فعادي وارد جدا ما تكلمنيش. فبعدين ايه فجأة واحده بتقول له يعني سيبها في حالها يعني، دي حتى كفيفه. قلت ايه ده فعلا يعني عارفه اللي هو عادل امام فجاي لها ده انا بتكلموني انا. يعني ايه. فالمهم ايه، المهم سكت وكده، ما رضيتش ارد برضو وما اعرفش اعمل ايه. وبعدين انا مش متوقعه الراجل ده معاه ايه اصلا في ايده وممكن يعمل فيا ايه. ف... فالمهم انه قعد برضو يكمل كلام وشتيمه فيا وفي كل حاجه. فبعدين واحده قامت راحت اتخانقت معاه وقالت له ما تتكلمش كده. فلا قال لها لا مالكيش دعوه بيا وحاجه زي كده يعني. فبعدين من حظنا العاسر يعني لا، المترو اتفتح. بعدين كنا قاعدين في اول عربيه، فبيخبطوا للسواق من جوه، بيقولوا له ان هو عمال يحتك بالناس وكده. فقال لهم، فقال له انزل. قال له مش من حقك تنزلني. قال له خلاص ما تتكلمش مع حد. المهم من حظي العاسر وحاجات كتير قوي، انه كنت لابسه، كنت راكبه اكسبريس ترين اللي هو ما بيقفش في كل المحطات. فكان في فتره قبل ما المحطه التانيه تيجي، فكمل كلام. فالست اللي هي كانت زعقت له دي قامت زعقت له تاني، واتخانقوا مع بعض وضربوا بعض بالايد. وكان حقيقي موقف مخيف للغايه. موقف انا صعب بجد الحقيقه يعني ومخيف اكيد. انا فقدت قدره على الكلام حرفيا. لان ما كنتش عارفه هو ايه اللي مستنيني. انا ما اعرفش هيجيب لي بسكينه، يعني احنا بنسمع كتير قوي حوادث بتحصل في امريكا وبتحصل في اماكن كتير من العالم وفينا في مصر، على ناس بتفقد شعورها وناس مجانين دماغهم تعبانه بيعملوا بلاوي وكوارث. فما بقتش عارفه اعمل ايه. المهم قعدت تشتمه. بس ده كمان يقول لك حاجه برضو، ان هم هناك غيورين قوي على الثقافة بتاعتهم والتنوع وما إلى ذلك يعني. قعدت تقول إن نيويورك مش للي زيك ومش عارف إيه، وقعدت تشتموا كتير قوي وتشتموا حتى بألفاظ وبتاع. فالمهم يعني إن هم اتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة لحد ما المترو وقف والبوليس جه وحاجات من دي. يعني بجد كان موقف صعب جدا. البوليس جه بقى فين وفين لما اسمه ايه، وهو نزل جري وما اعرفش راحت فين. المهم قعدوا بقى يقولوا لنا ايه، وصفوا لنا شكله ايه وكان لابس ايه والكلام ده كله، وقعد يقول لها كذا ومش عارفه ايه، وقعد بقى يعني قعدوا يحكوا له اللي حصل. وانا بجد فاقده القدره على النطق تماما يعني، حرفيا انا مش قادره، نفسي مش طالع، انا خايفه، حاسه لو انا خدت نفس مش هعرف اطلعه تاني. ف... ففين وفين بقى لما مشي السابواي وكملت لحد البيت. فكان ده برضو من التجارب المفزعة جدا اللي انا حتى مش قادرة انساها لحد دلوقتي. يعني هو آه، طبعا موقف صعب، والحقيقه دكتوره شيماء بتحكي المواقف اللي زي كده عشان توصل رساله. انت لازم تتعب لحد ما توصل. يعني هي الدنيا مش هتبقى وردي، انت مش متخيل. او انت مش هتعيش على طول في حياه ورديه، لا، لازم هيواجهك صعوبات. والحقيقه انا لازم بالظبط. احييكي، يعني اللي انت مريتي بيه واللي انت حكيتيه مش سهل على اي حد. وبنت ولوحدها وفي بلد غريبه، وفعلا كان ممكن يحصل لك اي حاجه في موقف زي ده. والحجاب بقى، يعني الحجاب برضو بصراحة، يعني أنا كان عندي دايما تخوف فظيع قوي من، عارف من إيه بقى؟ إن حد يزقني على البلاتفورم، على القطر، على الرصيف بتاع القطر، يزقني من الرصيف. الناس هناك برضو ايه، وكتير بقى كنت اقعد احلم الحلم ده كتير كتير، اقعد احلم ان انا واقفه مستنيه القطر وحد بيزقني. ما اعرفش يعني، هي كان دايما عندي مخاوف مخاوف. فعلا ف... الواحد ساعات كده بيفكر في حاجات ربنا يعني، بس الحمد لله لان حضرتك طيبه ومجتهده ومعافره وبتاخدي بالاسباب، فربنا سبحانه وتعالى الحمد بيستر. لله. طيب الحمد انا لله. قبل بس ما نروح لفكره بقى طبيعه عمل حضرتك حاليا والدور المجتمعي اللي حضرتك بتقومي بيه،
رسالة الماجستير بقى كانت في ايه؟ يعني الرسالة نفسها كان تخصصها ايه بالظبط؟ انا تخصصي كان عامه في الماركتنج والتركيز على الديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني. احنا كانت بنتكلم اكتر عن يعني بزنس، يعني بنعمل مشاريع. وكان المشروع اللي انا كنت شغاله عليه هو كان ساعتها يعني انه ازاي نعمل محتوى تعليمي باللغه العربيه اونلاين انتر اكتف. وده كان مشروع بزنس بلان كنت بعمله، خطه عمل لشركه انا عايزه انفذها، صحيح ما نفذتهاش، بس كان ساعتها ما محتوى كانش فيه تعليمي باللغة العربية تفاعلي من اه خلال بالظبط. اه الانترنت. ده كان يعني في نفس الوقت ده ما كانش فيه حاجه زي كده زي دلوقتي طبعا. مم. وكان الكلام ده عشان الناس برضو تبقى عارفه، انا بتكلم في 2014 حاجه كده او 13. ف- فهو من 10 سنين احنا بنتكلم، فبالتالي كان برضو فرق. دلوقتي بقى في محتوى لكل حاجة، لكن كان ساعتها ما كانش فيه المحتوى التعليمي التفاعلي اللي باللغة العربية. كان في حاجات كتير قوي باللغة الإنجليزية، أو لو هي بالعربي فهي ما فيهاش التفاعل. ف فبس يعني هو ده كان الماجستير. وانا فاكره حتى وانا بعمل الديفense كده بتاعنا يعني، كانوا ساعتها مبسوطين مني قوي الباناليست وكده. عايزه اقول لك ان انا كان عندي برزنتيشن طويله عريضه كلها ارقام. دي برضو كان حاجه برضو غريبه شويه يعني. لما رحت للجامعه قلت لهم عايزه اطبع البرزنتيشن في الديسابيليتي اوفيس، قالوا لي سوري، المركز اللي هو بتاع الجامعة يعني خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعة، قالوا لي أصل البرينتر بتاعتنا قديمة قوي ومش هنعرف نطبعها. فاللي هو فعلا طيب كنت عايزة أطبعها ده الكلام أطبعها ده في برايل. 2013 وفي واحدة من أكبر جامعات العالم يعني. المهم يعني قلت طيب. هذه اللي معلومات خلاني غريبة قوي بالنسبة لي، يعني أنا كنت متخيل بقى إن أنا خلاص يعني سواء رايح أتعلم في جامعة نيويورك فهعوز أكتر من كده يعني. بالظبط. هو صراحة كانت صدمة شوية. هي جامعة خاصة، هي مشهورة، بس هناك في أمريكا طبعا البيزنس يعني بيعمل كل حاجة. فيمكن هم عندهم طبعا disability office وعندهم الكلام ده كله، بس ما اعرفش ليه البريل برينتر كانت ما يعني ما عندهمش زي حاجه زي كده يعني. بعد كده ده اضطريني ان انا بقيت اروح على البرزنتيشن في اخر يوم في اليوم الاخير، ان انا بدات احفظ ارقام كتير قوي. عايزه المفروض ان انا مقريه على الشاشه على البرزنتيشن، وعايزه اقول لهم ان انا مثلا يعني الارباح بتاعتي هحققها في سنه كذا، مش عارف ايه حاجات بقى، ارقام كتير قوي موجوده. انا كان لازم احفظها عشان اقدر اقولها، حتى لو هم شايفينها لازم اعلق عليها يعني. فده كان برضه one of the challenges يعني، انه ساعتها ياما حفظت presentations طويله عريضه علشان ما فيش فكره ان انا يبقى معايا وسيله اخرى ان انا اقدم بيها البرزنتيشن بتاعتي حتى في اثناء الجامعه نفسها يعني. حلو جدا. هنروح بقى لنقطة المساعدة المجتمعية، وده الدور اللي احنا الحقيقة بنشتغل عليه في فريقنا All for Blind. طبيعة عمل حضرتك ايه حاليا؟ انا الحقيقه اشتغلت في حاجات كتير قوي يعني. اول ما رجعت من امريكا اشتغلت، قعدت فتره برضو تاني قاعده من غير شغل، وتاني ما فيش شغل حتى يعني، اللي هو يعني اعمل ايه اكتر من كده يعني؟ اعمل ايه اكتر من اني اخد ماجستير من اكبر جامعات العالم عشان في الاخر اقعد نفس القعده وما الاقيش شغل. لحد ما في يوم واحد من زمايلي شاف كنت عامله بوست كده depressing شويه، محبط كده، وان انا مكتئبه ومش عارفه ايه. فقالت طب خلاص هاتي لي السي في بتاعتك ونشوف بتاع. فالسي في بقى فضلت تروح من حد لحد ما وصلت لمكان. اشتغلت الحقيقه هو شركه استشارات. اشتغلت هناك حوالي 5 سنين ونص، استشارات اعمال يعني بزنس كونسلتنج. وكان عندهم حاجه بيطلق عليها المحاسبه والمراجعه الماليه. ما كنتش بعمل قوي الحاجات دي، اكيد مش تخصصي، لكن انا كنت بشتغل في الشركه دي في حاجه اسمها مش عارفه يعني حاجه خاصه بالمناقصات وحاجات very complicated كده يعني، بس اتعلمتها الحمد لله. اشتغلت فيها، وكان حتى هو صاحب الشركه هو فلسطيني اردني. هي شركه ريجنال يعني، ليها فروع في اماكن كتير، مش بس في مصر.
فكانوا حتى بيسألوه يعني وبيطلع كتير على التلفزيون وكده وبيتكلم، فبيسألوه دايما انت ليه او دايما الشباب ما عندهمش فرصة ومش عارفة ايه والكلام ده. فلهم الكلام ده مش حقيقي. يعني انا عندي واحدة بتشتغل في القاهرة، مكتب القاهرة بتاعنا، وهي كفيفة والإنتاجية بتاعتها أعلى بكتير جدا من ناس تانية ما عندهمش إعاقات يعني. اشتغلت في المكان ده حوالي 5 سنين ونص. بعد كده رحت اشتغلت كان في ستارت اب، شركة ناشئة برضو كانت تقريبا بتعمل حاجات يعني لحد ما شبيهة. اتعلمت كتير قوي فيها، بس للأسف الشركة ما كملتش لظروف كتير. كان أهمها طبعا الكورونا. آم، وبعد كده عملت بقى اشتغلت في كتابة المحتوى والتسويق. وعلى الجانب الآخر بقى مع كل ده اللي انا كنت بحكي عليه كل ده، كنت بعمل بشتغل بقى في برضو حاجات تخص الدمج والإعاقة. حقيقة انا يعني متحدث يعني اتكلمت كتير قوي في اماكن كتير، سواء محليا او حتى اقليميا او حتى دوليا والله، على الإعاقة والدمج. اديت يعني كتير قوي تريننج وتدريب وحاجات لرفع الوعي للأشخاص ذوي الإعاقة. وانا حتى على فكره من ضمن الحاجات يمكن ما اتكلمناش عنها حتى من قبل ما اسافر ومن قبل كل حاجه، كنت بدي كورسات كمبيوتر للمكفوفين. ففكره الشغل نفسه مع في مجال الاعاقه كان موجود من زمان، من يمكن 2006 او حاجه كده. ف... فده طبعا كان يعني برضو اكيد اثقلني من الناحيه المجتمعيه. آم، مؤخرا بشتغل في مشروع برضو بقوم بيه يعني بدور بيتعلق برضو بالدمج الأشخاص ذوي الإعاقة. بنتكلم عن الإتاحة، بنتكلم عن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الحياتية أو في الأنشطة المجتمعية المختلفة. بس يعني فده تقريبا اللي أنا بعمله حاليا يعني دلوقتي بالنسبة للبعد المجتمعي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم يعني. جميل جدا دكتورة شيماء. طيب هروح مع حضرتك لنقطة اتكلمتي فيها، التوعية والإتاحة. احنا في مصر يعني ايه اللي احنا محتاجين نعمله؟ يعني احنا في 2023 بس خلينا نكون صراحة. طبعا بيحصل اهتمام من الدولة وطبعا فخامة الرئيس بقدر الإمكان دايما بيحاول يقدم خدمات لذوي الإعاقة وتأهيل المؤسسات إنها تكون متاحة ليهم. بس احنا لسه عندنا مشكلة يعني، ومشكلة كبيرة. ايه اللي احنا محتاجين نعمله فيما يتعلق بالإتاحة، فيما يتعلق بالتكنولوجي، فيما يتعلق بالبرايل اللي انا بدأت اشوف للأسف إهمال كبير فيه جدا؟ ايه اللي احنا محتاجين نعمله الفترة اللي جاية؟ أول حاجة محتاجينها نعملها التوعية نفسها، يعني ان الناس تغير المايند سيت بتاعها، تغير طريقة تفكيرها. لازم الناس تغير طريقة تفكيرها، مش بس ان احنا نحضر ايفنتس ونقول والله ده احنا محتاجين نعمل تمكين للاشخاص ذوي الاعاقة، ولكن محتاجين ان ده يبقى عن قناعة حقيقية نابعة من الشخص نفسه. وانا لما بقول كلمة شخص مش بس بتكلم على صناع قرار في مكان ما، اللي هو ممكن يكون شركة، ممكن يكون مؤسسة، ممكن يكون مدرسة، ممكن يكون جهة حكومية. أنا بتكلم على الأشخاص اللي موجودين في مكان وقادرين هم بحكم طبيعتهم ووظيفتهم أو بحكم طبيعة تعاملهم مع الشخص ده إنه لازم يغير طريقة تفكيره. لو ما عملناش كده كل حاجة مش هيبقى ليها معنى. ليه؟ لأنه هو لو غير تفكيره هو اللي هيبقى عايز يخلي المكان بتاعه متاح، هو اللي هيبقى عايز يخلي الموظفين بتوعه عندهم احترام لفكرة الدمج والتنوع. هو اللي يعني كل حد فينا لو ما غيرناش طريقة تفكيرنا في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة احنا مش هنقدر نعمل أي حاجة خالص إن شاء الله. حتى لو كانت الدنيا كلها اكسسبل في كل حتة ومتاحة من ناحية البنية التحتية ومن ناحية التكنولوجيا، طالما الدماغ مش متغيرة هيبقى كله ده ملوش أي معنى وملوش أي لازمة. دي اول حاجه. فالناس لازم تتوعى، لازم تتوعى من جوه مش بس من بره اللي هو بنسقف ونروح البيت. حياة قالت لي قبل كده من حد
بحكي له بقول له حد مش مصري، انا كنت بحكي له يعني على الانشطه اللي انا بعملها. فبعدين بيقول لي انت عارفه كل اللي بتعمليه ده مع احترامي ملوش قوي يعني الثقه اللي انت متصوراها. الناس هتقعد هتسمعك، هتسقف لك، هتروح البيت هتنسى كل اللي انت قلتيه. لكن قلت له طب ما اعمل ايه؟ قال لي ان لازم الشخص ده يبقى هو في قلب المجتمع، ويبقى في جوه الناس، عشان الناس لما تلاقيه هو زيه زيهم هما نفسهم هيغيروا طريقة تفكيرهم، وبالتالي يبقى الموضوع الإتاحة والدمج أسهل كتير قوي. والحقيقة أنا شايفة إن الموضوع ده مقنع جدا وعجبني. أنا حكيت لك من شوية على الشركة اللي أنا اشتغلت فيها، كنت أول حد عنده إعاقة، أو لا هما كان عندهم أشخاص ذوي إعاقة بس كان عندهم إعاقات حركية خفيفة. أنا كنت أول حد مش بيشوف. بس يعني اعتقد ان انا قدرت اغير مفهوم، يعني مفهومهم عن الاعاقه وعن امكانيات الشخص اللي عنده اعاقه الى حد كبير، بالذات المكفوفين. لانه في كتير ناس يعني بالذات الاشخاص اللي عندهم اعاقات حركيه بيقدروا ان هم مثلا يكتبوا ويقروا ومش عارف ايه، وبيتعامل مع الكمبيوتر زيه زي اي حد عادي، فخلاص هم ما بيسبب لهمش اي نوع من انواع المشكلات. الشخص الكفيف بقى اللي عايز بقى سيت اب معين، وعايز تكنولوجي معينه، وعايز مثلا هيتعود على المكان هيمشي فيه لوحده ازاي، وحاجات من دي آه، بتبقى احيانا مشكله. فدي لو ما عملناهاش خلاص. الحاجه التانيه انه لازم نبقى فاهمين كمان اتس وين وين سيتويشن، يعني احنا الاثنين لازم نبقى كسبانين. يعني انت مش بتعمل لي اتاحه عشان خاطر انا صعبانه عليك، او ان اوف بقى يا ربي القانون بيجبرني ان انا اعمل لهم اتاحه. لا، هو انت لازم تبقى فاهم ان انت لما بتعمل اتاحه فانت بتعملها لنفسك قبل ما بتعملها لي. بمعنى ايه؟ النهارده انت حضرتك الحمد لله ما عندكش مشاكل، بس بعد كام وعشرين سنة هتبقى كبير في السن، هتحتاج اللي أنا بحتاجه دلوقتي. وأنا محتاجة الإتاحة. ممكن تبقى عندك إعاقة، ممكن تبقى مش سامع كويس، ممكن تبقى قاعد على كرسي، ممكن تبقى مش قادر تطلع السلم عايز أسانسير. بلاش كل ده. ممكن لا قدر الله حد حصل له حادثة، الراجل كان بيشتغل صحي الصبح وبتحصل كتير، او مريض او جات له سكر او ما بقاش بيشوف لاي سبب من الاسباب. فانا لو عندي اتاحه فانت اطمنت على مستقبلك، ان لا قدر الله انت او غيرك او حد من قرايبك جراله حاجه، فهتلاقي نفسك لسه مكانك محفوظ، ولسه البيئه اللي انت بتشتغل فيها مرحبه بيك ومستوعباك معاها. فبالتالي مش هيبقى عندك مشكله ان انت لا قدر الله حصل لك اي حاجه. الحاجة التانية ان انت لما بتعمل حاجة متاحة فانت مش بتعملها لي انا بس، لا، انت بتستفيد اقتصاديا. لان المكان المتاح بالنسبة لي انا كحد كفيف او حد عنده اعاقة حركية، فهو بيسمع عندي وعند قرايبي وعند اصحابي اللي ممكن هم يكونوا، نرجع بقى للماركتينج، بيسببوا لك قيمة سوقية معينة انت بتفتقدها لما ما بتعمليش الحاجة اللي انا متاحة. يعني انا لو رايحة دلوقتي اتفسح في مكان مش متاح، اوكي خلاص، هي مش هنقدر نروح بقى عشان شيماء مش هتنبسط، فلا انا هروح ولا اهلي هيروحوا ولا اصحابي هيروحوا، وبالتالي عشان ما يزعلونيش او عشان يضمنوا ان انا معاهم، فبالتالي حضرتك خسرت كصاحب شغل او كصاحب سلعه بتبيعها. لو انا طلعت اونلاين وعايزه اشتري حاجه الموقع مش متاح، فانت حضرتك خسرت زبون انت كنت ممكن تقدر ان انت تكسبه عشان انت ما خليتيش الحاجه متاحه، وهكذا. فالاتاحه مهمه جدا. التكنولوجي احنا في حاجات كتير قوي انا شفتها بره وبتتباع اونلاين ممكن تتعمل بمنتهى السهوله محليا، ولكن برضو للاسف عشان الناس ما فيش ماركت ريسيرش، ما فيش تسويق محترم للنوعيه دي من الادوات. ادوات سهله قوي، يعني حاجات ما اعرفش سيجنتشر جايد، مش عارفه حاجات تعلم بيها الهدوم، حاجات مش عارف، حاجات سهله جدا 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 ممكن تتعمل في اي مصنع تحت السلم، مش حاجه كبيره يعني ولا حاجه، ومش عارفين نعملها هنا لان الموضوع مش في دماغنا. فتوطين الصناعات المحليه لحاجات كتير تكنولوجيه بتفيدنا اعتقد برضو هيسر علينا التكلفه العاليه والحاجات اللي بنجيبها من بره لو احتاجنا نعمل ده.
فأكيد مهم إن إحنا يعني لو عملنا كل الحاجات دي هنوصل لنتيجة كويسة من ناحية الإتاحة، تغيير الأفكار، توطين صناعات ممكن تبقى تتعمل سهل، استقلالية الشخص واعتماده على نفسه. وطبعا بالتأكيد أنا نفسي جدا الحقيقة يعني وزارة التنمية المحلية وغيرها يلعبوا دور اهم من كده لشيل الاشغالات والحاجات بجد اللي يعني ممكن يبقى عندنا رصيف محترم بس هو مش موجود لان ما حدش بيقول للمحل اللي اتطلع قدامه 3 4 متر ان انت بتعمل كده ليه، بالذات لو في منطقه شعبيه مثلا، او العربيات راكنه صف تاني وتالت فما الناس ما عندهاش اوبشن انها تمشي غير انها تمشي في الشارع. ففي حاجات سلوكيات كده ممكن تساهم بجد في الاتاحه، بس احنا محتاجين شغل اكتر من كده شويه بس. كلام الحقيقة مهم جدا، يعني مش هزود عليه حاجة. حضرتك فعلا قدمتي نصيحة أو نصايح وملخص لتجربة هي الحقيقة هتفيد، وهي الحقيقة تجربة مثمرة جدا. أنا فخور جدا بالتجربة دي وكلنا أكيد استمتعنا بيها. زي ما بيتقال كده في مصر، ست ب100 راجل، يعني تجربة فعلا والله. يعني هي تجربة عنوان نموذج للإصرار والتحدي والعزيمة. يعني بتمنى لحضرتك كل التوفيق، وأكيد الموضوع مش هيقتصر على حلقة في سفير المكفوفين. لا، الموضوع أكبر من كده بكتير، وإن شاء الله يبقى دايما في تعاون مثمر ما بيننا. طبعا برضو بعتذر لحضراتكم شوية، أنا لسه متأثر شوية بالبرد، وأكيد ده باين في الصوت. بس الحقيقة احنا كنا حريصين ان احنا لازم نطلع حلقة النهاردة من سفير المكفوفين. دكتورة شيماء، كل سنة وحضرتك طيبة مرة تانية، رمضان كريم وعيد سعيد على حضرتك، ونورتينا في سفير المكفوفين. الله اكرم. انا بشكرك جدا يا مؤمن، وانا اللي كنت مبسوطه قوي معاكم ومبسوطه ان انا مع نماذج بجد مشرفه جدا. انا يعني حابه اقول انه لما تواصلتوا معايا انا بجد كنت سعيده قوي 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 بالتغيير، واذا كان في سفراء للتغيير فهو انتوا الاجيال بقى اللي هي يعني زيك وزي كل الشباب اللي موجودين في All for Blind. وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله، وانتوا كمان تساهموا في تغيير نظرة المجتمع ورفع الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة. متشكرة جدا ليكم وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة، شكرا جدا لحضراتكم. طبعا احنا في العيد اجازة، هتوحشونا جدا، وهنرجع بعد العيد. استنوا حلقات مختلفة من سفير المكفوفين. كمان احنا عايزين حضراتكم ترشحوا لينا نماذج، احنا محتاجين نوصل لسفراء المكفوفين. ابعتوا لنا على الصفحة نماذج تشرفنا في سفير المكفوفين. المواعيد الجديدة بعد العيد هتنزل لحضراتكم ان شاء الله لاحقا، هتنزل على الصفحه الاعلان بالمواعيد الجديده لعرض سفير المكفوفين. كنت معاكم مؤمن مصطفى، يا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. استنونا في حلقه جديده من سفير المكفوفين. سفير المكفوفين، رمضان كريم.